يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. يسعد لي أوقاتكم متابعيني، كيفكن؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم رح نطبخ طبخة جديدة، ما بعرف إذا بتعرفوها أو لا. لازم إلا ما تكون مارقة على راسكن أو بيكون اسمها غير عنكن. اسمها حراق بإصبعه. شو بتقولوا لا؟ انتو احكولي بالتعليقات. يلا خلونا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو. أول شي عجنا العجينة، طبعا ما صورتها لأنه سهلة ما بدها شي. عجينة عادية ولازم يعني نحط لها خميرة لحتى تختمر، وحطيناها قدام الدفاية. وبعدين جبنا السلق ونقينا أنا وأمي بلشت تفرمه مثل ما شفتوا ببداية الفيديو. وهلأ فرمنا كمان بصل جوانح لنقليه، وجهزنا كمان الخبز، كمان قطعناه مربعات صغيرة كمان من شان القلي، هذا للزينة للوش، هو والبصل والكزبرة. وهلأ هيك العجين أمي عم تقرصه، وبعدين مثل ما قلت لكم بنقلي البصل لحتى يتأمر طبعا بالزيت، وكمان الخبز كمان بنقليه بالزيت. وفرمت الكزبرة كمان جهزتها وغسلتها. وهلأ هون أمي صارت ترق العجينة بالشوبك بهالشكل، لازم تكون طبقة رقيقة، بعدين بتعبيها طحين وبتلفها بهالشكل. وهلأ شوفوا كيف بتقطعها، كتير كتير أمي يعني بتعرف تعمل العجينة، يعني إنه هي بدها تكون العجينة رقيقة كتير. أنا بصراحة ما زيادة بتزبط معي، فأمي تولت قصة العجين وتقطيعه، لأنه إذا طلعوا الفرمات كبار بيعجن بقلب الطبخة. عرفتوا علي؟ وبهالوقت أنا رحت ركبت شوية عدس عالطباخ لحتى يستووا، وكنا سالقين حمص من قبل بيوم ومجهزينه بالبراد، يعني الأكلة بدها عدس وحمص. بعدها بطنجرة كبيرة حطيت العدس وزدته مي، وحطيت له الحمص وتركت المي لتغلي، ما حطيت لها شي أبدا. بعدين لما تغلي المي بحط لها الملح، بظبط ملحها، وبغسل السلق منيح منيح وبحطه فوق المي. بعدين العجين اللي قطعناه لازم يكون كتير فيه طحين حتى ما تلزق قطع العجين ببعضها. وقت بدنا نسقطن مع الطبخة بنصفي هيك، بننخلن من الطحين منيح بهالشكل، وبعدين بنحطن وبنتركن لحتى يغلوا. وهلا بعد ما غلت المي شوي مع العجين، قسمت امي هدلون اللي بالطنجرة نصين. نحنا يعني اخواتي في منهم بيحبوها بكشك الحراقة باصبعه، في ناس بيحبوها بمرقة حمرا يعني دبس البندورة. فقسمتهم بطنجرتين، قسم حطت لهم كشك وقسم حطت لهم دبس البندورة، وزبطت لهم ملحهم وتركتهم حتى يغلوا يعني منيح منيح لحتى يستوي العجين والمرقة تعقد. هي هون طنجرة الكشك، وضلوا يغلوا هيك لحتى استووا وخلصت الطبخة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم، بتمنى دعمكم كمان، وتحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة إذا لسه مو مشتركين، وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل جديد مني أنا. عن جد محتاجة دعمكم، يعني تقديرا على القليلة، تقديرا لتعبي. وبشوف وشكن بخير بفيديو جديد بإذن الله. سلامات.